على ما اقول لك. ايوه انت، ايه اللي يخلي شاب عمره 23 سنه يكسب 42,000 دولار شهريا هو قاعد في بيتهم؟ ايه اللي يخلي كمان شركه باي بال تشتري اضافه كروم ب 4 مليار دولار؟ يا جدعان السر مش في الشطاره، السر ان في طريقه محدش بيتكلم عنها خالص في المحتوى العربي. النهارده هفتح لكم باب الرزق اللي اتفتح لالاف الناس في اوروبا وامريكا. اهلا بكم في قناه استحبص. انا معاكم النهارده عشان اقول لكم ازاي تعملوا اضافه كروم ذكيه بالذكاء الاصطناعي وبس، وكمان هتجيب لكم فلوس حقيقيه. بعد الفاصل هنبدا، مستنيكم. خلونا نتكلم بالارقام الحقيقيه واحده واحده بشويش. متوسط الدخل الشهري لاضافات كروم ناجحه هو 72,000 دولار وكسر. وده ليه؟ لان اضافات الكروم بتشتغل محليا على جهاز المستخدم، يعني مش محتاجه تكاليف سيرفرات عاليه هتاكل الارباح ولا حاجه. بص يا حبيبي، افضل اضافات الكروم زي جي ماس بتحقق 130,000 دولار شهريا بس من خاصيه الاشتراكات، مع هوامش ربح بتتراوح ما بين 70 و 85%. يعني لو انت مفكر الموضوع هقص او هزار فانت غلبان جدا يا معلم. والمصيبه بقى ان اغلب الناس في العالم العربي ما بيعرفوش الطريقه الصحيحه، علشان كده بيضيعوا الفرص الذهبيه دي. طيب يا معلم، ما تيجي بقى نفهم ايه اللي يخلي منصه ريبلت تبقى الخيار الاول للمطورين في بناء اضافات الكروم سنه 2026. سيبك من الميزه الاعتياديه بتاعت ان هي بتوفر ادوات لحفظ وتنظيم المحتوى من اي موقع ويب في تطبيق ويب جديد. لا، السحر بقى في ان ريبلت بيخليك تعمل اضافه كروم كامله من غير ما تحتاج تعرف برامج معقده اصلا، وده باستخدام ريبلت ايجنت اللي هو وكيل ذكي للبرمجه، واللي من خلاله تقدر تحول فكرتك من مجرد خيال اضافه كروم شغاله في دقائق معدوده مهما كان مستوى خبرتك التقنيه. دلوقتي يا معلم هبتدي معاك الخطوات العمليه واحده واحده. الخطوه الاولى هتروح تفتح موقع ريبلت.com، وهناك يا معلم هتفتح حساب مجاني، وبعد كده هتختار تمبلت جديده وهتختار منها كروم اكستنشن ويز اي اي. الخطوه الثانيه هتستخدم شات جي بي تي كرفيق للرحله دي عشان يشرح لك المفاهيم المعقده، وكمان يساعدك في توليد اجزاء من الكود المطلوب، وكمان يساعدك في حل اي مشكله ممكن تواجهك وانت بتبني الاضافه بتاعتك. الخطوه الثالثه هتربط اضافتك ب اوبن اي 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 بي اي، وده اللي هيخلي اضافتك ذكيه جدا. طبعا هتحتاج اي بي اي كي من اوبن اي اي، ما تخافش التكلفه رخيصه جدا في البدايه. الخطوه الرابعه هتعمل بريفيو لاضافتك باستخدام اكستنشن ديف تولز اللي هي اداه المطورين. بعد كده هتستخدم ريبلت اكستنشن اي بي اي عشان تضيف المميزات المطلوبه. افضل طريقه ممكن تحقق بيها الربح من اضافات الكروم هي استخدام خدمات زي اكستنشن باي اللي بتوفر بدورها اي بي اي للمطورين علشان يحصلوا المدفوعات بدون كتابه كود سيرفر واحد، وكمان بتقبل مدفوعات لمره واحده او اشتراكات شهريه امنه. نموذج الاشتراكات الشهريه هو فعلا الاكثر ربحا، لان اسعاره بتتراوح ما بين 5 دولار الى 20 دولار شهريا، والنموذج المجاني مع المميزات المدفوعه فعلا هيحقق افضل النتائج. يعني مثلا لو عندك 10,000 مستخدم مدفوع تمام كل اشتراك ب 10 دولار شهريا، ده معناه انك تقدر تحقق 10,000 دولار شهريا، وده رقم واقعي جدا في العالم ده. معظم الناس بيقعوا في اخطاء قاتله لما يجي ينفذوا المشروع بتاعهم. الخطأ الاول اختيار فكره مستهلكه، لازم تبعد عن الافكار المتكرره زي اد بلوكر العاديه. الخطأ الثاني اهمال تجربه المستخدم، لازم تركز على تقديم قيمه حقيقيه تعالج بها نقط الالم عند المستخدمين دول علشان تقدر تحافظ عليهم لمدى زمن طويل. الخطأ الثالث التسعير الغلط. الاضافات الصغيره اللي بيستخدمها ما بين 1000 ل 10,000 مستخدم ممكن تحقق شهريا ما بين 500 ل 5000 دولار. اعتقد ده عائد كويس جدا، فحضرتك مش محتاج تبالغ في سعر الاشتراكات زيك زي السوق، لان بكده هترتكب خطأ في عمليه التسعير هيبوظ لك الدنيا كلها. تعالى يا معلم اثبت لك ان مجال اضافات كروم ده مربح جدا. اضافه مومنتم داشبورد، ودي اداه اتحولت من مشروع شخصي لبزنس بقيمه 3.6 مليون دولار سنويا. بتساعد الاضافه دي في ان هي تزود الانتاجيه من خلال باقه شهريه بقيمه 5 دولار تقريبا، وباقه كمان سنويه بقيمه 40 دولار تقريبا، مع وجود خطه مجانيه. اضافه ايتيفاي دي اضافه بتستخدم الذكاء الاصطناعي علشان تلخص فيديوهات اليوتيوب، قدرت ان هي تحقق 540,000 دولار سنويا وتجذب اكتر من 100,000 مستخدم بمعدل قد ايه 45,000 دولار شهريا. كل مصادرنا هتلاقيها موجوده في صندوق الوصف تحت،
حضرتك ممكن تطلع عليها. اهم سر مهني لازم تعرفه في الحلقه دي: استخدم قوه ريبلت للبرمجه السحابيه بدون اعدادات. ليه؟ لان ده يخليك تقدر تبرمج من اي مكان. كمان استخدم مكتبات جاهزه زي اكستنشن باي للدفع، فما تحاولش تعيد اختراع العجله من جديد. في حاجه مهمه جدا لازم تعرفها: ان جوجل اوقفت خدمه مدفوعات كروم ويب ستور سنه 2021، اللي هي اصلا كانت بتساعد المطورين على تحصيل ارباح من اضافات الكروم. علشان كده اكستنشن باي دي بقت افضل البدائل المتاحه. وخلي بالك يا معلم بقى ان اضافات الذكاء الاصطناعي دلوقتي بتحقق اسعار اشتراك اعلى بكتير جدا، لان هي بتدمج مميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمه فيها. اتمنى تكونوا استفدتوا من الحلقه. استنونا الاسبوع الجاي في استخبصيه جديده. سلام يا ابطال.